أيها الأحباب، أيها الكرام، نحن كطلبة علم، وأنا أتعلم منكم، كلكم أصحاب علم ومعرفة، لا بد أن نتحلى بالعزم مهما كانت الظروف أمامنا صعبة، مهما كان العدو يمتلك من تقنيات ومن إمكانيات وما شاكل ذلك. لا بد للإنسان أن يتحلى بالعزم، بالإرادة الصادقة. وهذا إخواني ليس نحن أول من يقوم به، بل هنالك من الأمم، بل هنالك من الصالحين سبقونا في هذه القضية، وكان عندهم عزم وإرادة صادقة فأنقذوا أنفسهم ومجتمعهم. صدقوني إخوان، مثلا الزهراء عليها السلام، حتى كلام يجر الكلام، تقول في حق أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لذكره الشرف والصلوات، تقول: وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية. أنا أريد أن أركز على جملة مما قالته الزهراء في حق أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وقام في الناس بالهداية. هسه لعله المتبادر إلى الأذهان القيام بمعنى الوقوف، لا، ليس هذا. أما المراد من القيام هو بمعنى أن أوظف دوري وعزيمتي وإخلاصي وجهدي وكل ما أملك في خدمة دين الله. وقام في الناس بالهداية، هذا القيام إيش أنتج هداية إخوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاقى ما لاقى من الأذى الجسدي والروحي، لكن لم يتراجع، مرارا وتكرارا يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى اللطيف، عندما طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في ما أراده الله سبحانه وتعالى من النصح، الله سبحانه وتعالى يقول له: إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر. أنت يا رسول الله عليك أن تنذرهم، أنت ليس ماذا مسيطر عليهم، وما على الرسول إلا البلاغ. هذه النتيجة إخوان. فقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف ما خلق الله سبحانه وتعالى كانت عنده عزيمة كبيرة إخوان. للأسف الشديد اليوم البعض يجعل قدوته في المجتمع الممثل الفلاني والمطرب الفلاني. ناس ما تسوى فلسيا مولانا حقيقة. وين ذولا عن آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ واحد يكون يجعل قدوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.